لا أعتقد بأني رأيتك من قبل. هل أنت جديدة أم ممرضة سفر؟ أنا لست من هنا، ولكن يمكنك التحقق من أوراق اعتماد بلدي. تفضلي من الأمام والخلف. لا بأس. لم أقل إنني لم أصدقك. أستطيع أن أحمل طفلتي الآن؟ آسفة، ليس بعد، لابد لي من تنظيفها، سأعود. لكن الأطفال يحتاجون ملامسة أمهاتهم بعد ولادتهم. هذا فقط في الأفلام، سأعود حالا. آسفة. توقفي، لكن كان ذلك واقحا. أين أخذت طفلتنا؟ متأكد من أنها تتبع الإجراء. كل شيء سيكون على ما يرام عزيزتي، لا تقلقي. حسنا، هل قررت ما ستسميها؟ سأعرف في الوقت المناسب. كيف تجعلين هذا الشيء يتوقف عن البكاء؟ فقط أسرعي وخذيها. أنا أبذل قصارى جهدي. حسنا، لا بأس، أعطني إياها. حسنا، ادخلي. أبقي رأسك منخفضا وكوني هادئة. أين سوار معصمك؟ هل تحاولين أن يمسك بنا؟ إن لم تكن كالطفلة فلن يخرجون أبدا. صحيح، آسفة. حسنا. عذرا أيتها الممرضة. نعم. الممرضة الأخرى التي كانت معك لم تعد فتاتنا بعد. ماذا تعني؟ هي لم تعد مع طفلتنا؟ هل أخذتها من الغرفة؟ هذا غريب. لا يجب أن تفعل ذلك. حسنا، دعوني أذهب لأجدها. سأعود حالا. حاولي ألا تتوتري، وفقط اعلمي أن كل شيء سيكون بخير. لدي شعور سيء، بدأت أقلق. إنه المكتب. استحوذنا على شركة جديدة اليوم. لا أريد أن أسمع عن العمل الآن، أريد أن أجد طفلتي. حسنا. السيد والسيدة بول، أين هي طفلتي؟ للأسف لم نجدها. بحثنا في كل مكان، الحضانة ومركز عناية الأطفال. ماذا؟ ولكن كيف يعقل هذا؟ أنا آسفة حقا، لقد اتصلنا بالشرطة وهم يبحثون في كل مكان. لا، سأذهب للبحث عنها. أنا آسفة حقا. وماذا عن الممرضة الجديدة؟ لأن لا أحد رآها. أي ممرضة جديدة؟ ليس هناك ممرضة جديدة. الرمز الوردي، أكرر، الرمز الوردي، اختطاف طفل. نحن بحاجة إلى إغلاق الأبواب بسرعة. اقتربنا. اعذرني. نعم، كيف أساعدك؟ أنا فقط أريد أن أقول تهانينا. الأطفال مثل نعمة. شكرا. واو، أكل شيء على ما يرام؟ أغلقنا المكان، ممنوع الدخول أو الخروج. آسفة، لا يمكنك المغادرة، إنها سياسة المشفى. قالت لي تلك الممرضة أنها ستعود مع طفلتي، ثم لم تعد مع طفلتي إطلاقا. كانت لديها أوراق مزورة. لقد وضعنا الإنذار والتحقيق بدأ الآن. نحن نراجع كاميرات المراقبة. أنا آسف حقا أن هذا حدث لك، ولكن أعدك نحن نعمل لاستعادة طفلتك. لكن لما سيفعل شخص ما بنا هذا؟ أظن أنه من أجل المال. شخص ما يعرف مدى نجاحكما واستهدفكما. سيتصل بكما قريبا. أجب على الاتصال وضعه على المكبر. مرحبا. استمع جيدا، لن أكرر ما سأقوله أبدا. لدي ابنتك وهي بأمان الآن. لا أرجوكم، قل لا لي ما الذي تؤذوها، تريده. اصمتا، أنا من يتحدث هنا. إليكما الاتفاقية. من دون أن تخبر أحد ستعطونني $1,000,000 في موقع محدد. اهدئي أرجوك. $1,000,000؟ كيف تتوقع أن أحصل على هذا الكم من لا تلعب المال؟ دور الغبي. وفقا لجوجل تبلغ ثروتك $150 مليون. الآن ستحضر حقيبة من القماش باللون الأسود، وستضع المال فيها وتضعها في مركز سكايروز التجاري أمام متجر المجوهرات مباشرة. ولا تفكر في الاتصال بالشرطة، وإلا لن تفلت بفعلتك هذه. أفعالك سوف تعود إليك دائما، فهم؟ نعم، وكذلك أنت إن لم تفعلي ما أقوله بالضبط. الآن إذا أردت رؤية طفلتك مرة أخرى 12 ظهرا غدا $1,000,000. ولا تخبري أحدا.
ستحصل على أموالك، ولكن إذا كان هناك خدش على رأسها. حسناً، نحن نعلم الآن أن هناك شخصين متورطين. والآن ماذا سنفعل؟ لا تقلقا، نعرف بالضبط ما يجب القيام به. أولاً سنذهب إلى البنك. أواثق أن هذا آمن؟ أعني رجال الشرطة في كل مكان. حسناً، ابقوا متيقظين. من يأخذ تلك الحقيبة لا تدعوه يهرب. أي جديد؟ ليس بعد. ماذا سيحدث إذا لم يعيدوا لنا ابنتنا؟ ليس لديهم خيار إن كانوا يريدون الفرار. بعد فترة قصيرة سوف يعودون. لا شيء بعد، سنخبركم بمجرد أن... لحظة. هناك أناس مشبوهة. لابد من أنهم هم. تذكروا، انتظروا حتى يمسكوا الحقيبة واقبضوا عليهم. من أولئك الناس؟ لا، إنه تضليل. أكرر، إنه تضليل. أوقفوهم، إنهم يحاولون سرقة المال. لا تتحركوا جميعا. أحدهم أخذ المال، أغلقوا كل المخارج. إنها أموال مزيفة، علينا أن نجد من أخذ المال الحقيقي. إلى من تعمل أنت؟ ماذا؟ وجدت هذا الدور على جريجز ليست؟ هذا لبرنامج تلفزيوني، صحيح؟ أو لا تدعهم يفلتون بالأموال. أين هي طفلتي؟ لا تدع سيارة BMW تفلت. يا إلهي. ابقوا هنا، لا تقلقوا، لن ندعهم يهربون. فقد تحلي بالأمل عزيزتي، رجاء سنستعيد طفلتنا الصغيرة، أعدك. اليدين على عجلة القيادة. على الأقل استرجعنا المال. أنا لا أهتم بالمال، أنا أريد أن أعرف أين هي طفلتي. أنا أفهم سيدتي، أنا آسف جدا. أيا كان هذا الشخص فهو محترف. ماذا أخبرتكم المرأة في السيارة؟ شيئا صادما في الواقع. لقد تحدثت للتو مع الشرطي الذي استجوبها واتضح. مرحبا. لقد أخطأت، قلت لك لا تتكلم مع الشرطة. هل ابنتي بخير؟ أرجوك لا تؤذيها. قد لا تسمعاني بها مجددا إن أثرتما الجلبة، وبما أنه لا يمكن الوثوق بكما فعليكما إعطاء المال بالبيتكوين خلال الساعتين القادمتين. ساعتين؟ هذا ليس ممكنا. تتبارى الأمر، سأرسل لكما عنوانا، والمبلغ ليس مليونا. لعدم اتباع تعليماتي عليكما دفع 2,000,000 الآن. ابقيا على الهاتف، نحتاج 20 ثانية. ألا تفهمين مقدار الألم الذي تسببونه لنا؟ واضح أنك لست أماً. من أنت؟ ما هو اسمك؟ كل ما تحتاجان لمعرفته أصبح خلفنا. ما قصدك بهذا؟ أغلقت قبل أن نتعقبها. الرجل يراقب الوقت. الرجل؟ نعم، تبين أن ما اكتشفناه هو. ولكن ما كان ذلك. أنا آسفة، عقد لساني. أنا لا أثق بك. احزمي أمتعتك، نحن ذاهبون. لا، قلت ستتركنا نذهب عندما أتصل. كان ذلك قبل أن تخرجي عن النص. حالما نصل للمكسيك سأدعكم تذهبون. المكسيك؟ لكن كيف سنعيد لهما الطفل عندما يدفعان المال؟ ولكن من قال شيئا عن إعادة الطفل؟ هيا، انهضي. لكم من الوقت سنقود؟ ابقي هادئة، الأطفال بحاجة سأقوم للطعام. به. أخبرتهم عن مكاننا؟ كيف؟ كنت معك طوال الوقت. أرجو، لقد أجبرت على فعل هذا، أقسم لك. أين الطفلة؟ في السيارة. انتظروا، هناك طفلان هنا. طفلتي. يا إلهي، لقد شقت إليك كثيرا. طفلتي. المكان ليس آمنا هنا لكما حتى نقبض عليه. خذي طفلك إلى السيارة. أمي؟ طفل من هذا؟ إنه طفلي، إنه السبب لتوريطي في هذه الفوضى. كما ترون، قبل بضعة أيام
كنت عائدة إلى المنزل من محل البقالة وتركت يد ابني لثانية واحدة فقط، وقبل أن أعرف جاء ذلك الرجل واختطفه، وطاردته محاولة استعادة طفلي، إلا أنه رماني في السيارة أيضا وأخذ كلانا. استيقظت لوحدي مقيدة على كرسي داخل شقته، وكان لديه ابني على فيس تايم، وأخبرني أن الطريقة الوحيدة التي سأراه بها مجددا هي إذا فعلت ما قاله بالضبط. وبما أنه عرف أنني ممرضة جعلني أتسلل إلى مستشفى جديد وأرتدي سماعة حتى يتمكن من الاستماع إلي. وحسنا أنت تعرف بالفعل ما حدث بعد ذلك. لذا كما ترى كنت أحاول استعادة ابني. ذلك الرجل الشرير كان خلف كل هذا. بذلت قصارى جهدي لترك أدلة لكم. لماذا لا تقيدها؟ لقد سرقت الطفلة، اعتقلها. كان يجب أن تستمع إلى الهاتف. أفعالك دائما لديها طريقة للعودة إليك. أنت ستحبس لوقت طويل جدا. لقد سرقت الطفلة، لقد سرقت الطفلة، ليس أنا من فعل هذا. لا بأس، نعرف أنك بريئة. لم نعرف لماذا فعلت هذا قبل أن تخبرينا، لكننا كنا نعرف أنك مجبرة. ثم عندما تحدثنا إلى الممرضة أخبرتنا أنها تعتقد أنه غريب أن تطلب منها أن تنظر إلى الأوراق من الأمام والخلف، وذلك عندما أدركنا أنها كانت طلبا للمساعدة. ثم بعد المكالمة عندما قلت أن كل ما نحتاج إلى معرفته قد تركناه وراءنا، علمنا أنك تودين أخبارنا بشيء، لذا بحثنا عن كل الأموال المزيفة وقد وجدت عنوانا. اكتشفنا ذلك في الوقت المناسب. شكرا لك على مساعدتنا. في البداية اعتقدت أنك أنت، لكن حتى المرأة التي تحاول سرقة المال في المركز لقد ابتزها أيضا. اكتشفنا أين يحتجز الأطفال. المزيد من الشرطة في الطريق. الحمد لله. لا بأس. بالطبع. أنا آسفة حقا لما وضعتك فيه. أنا آسفة. نحن نغفر لك. أخيراً عرفت ما يجب علي أن أسميها الإيمان.